من رحل المجد تولد الأساطير، ومن صبر السنين يكتب الخلود. في ليلة لم تكن ككل الليالي، حيث سجدت النجوم احتراما لنجوم الأرض، واصطفى القمر مشجعا في المدرج الأعلى. هناك في ميدان سم منع بعصار الكتن خلدت الحكاية وتوج التاريخ رجاله كما ينبغي. نعم، إنهم ناشئين الأحمدي، الفريق الذي لم يصل بالصدفة ولم يأتي من فراغ، بل سار في دروب العناء وركض في مضمار الشغف وتنفس طموح الأبطال. حكاية بدأت بفكرة ثم تحولت إلى مشروع ذاتي، لتصبح فيما بعد أسطورة رياضية تروى على لسان كل عاشق ومحاب. معركة لا يجيد خوضها إلا الكبار. المباراة لم تكن مجرد 90 دقيقة، بل كانت عمرا كاملا من الكفاح. كانت اختبارا حقيقيا للروح قبل الجسد، للعقل قبل القدم. لحظة التتويج هناك على منصة الذهب حين علقت الميدانيات لم تكن مجرد معاد على صدور اللاعبين، بل كانت عصبة عز على قلوبنا. نحن قبلهم كانت دموع الفرح تختلط بتنهيدات السنين، وكانت راية ناشئين الأحمدي ترتفع وكأنها تعانق السماء. ولأن المجد لا يهدى بل ينتزع، فقد انتزعتموه من بين أنياب التحديات، وتبتم للعالم أن العزيمة حين تسكن النفوس تصبح المستحيلات مجرد كلمات فارغة. من القلب إلى كل فرد في الفريق، إلى كل لاعب القاتل على الكرة كما لو أنها حياة، إلى كل مشجع عامل في الفريق قبل أن يولد الإنجاز، إلى كل إداري سهر يصنع الخطط وواقف خلف ستار بإخلاص. إليكم جميعا وبذات ابو حامد وإبراهيم حسن أبو رهيب، ألف مبروك، ليس فقط على الفوز بل على الدرس الذي قدمته في الإصرار والروح والتلاحم. دامت الأحمدي عرشا ودامت انتصاراتكم نارا لا تنطفئ، وإلى لقاء جديد في منصات أكبر وذهب أكثر بإذن الله. بقلم الإعلامي عبد الرحمن جيلان.